السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معاكم بقى حلقة جديدة. هنعمل النهاردة المارشميلو. مش عايزة اقول لكم الاطفال بيحبوه قد ايه وبيجيبوا الكيس بكام من بره. هنعمله بقى بطريقة نظيفة في البيت وسهلة، وهتعملوها كلكم وهتستفادوا ان شاء الله. اول حاجة هنجيب معلقة كبيرة من الجيلاتين وهندوبها في مية من الحنفية عادي، مش مية سخنة ولا اي حاجة. هيدوب كده، هو ده القوام بتاعه، وهنسيبه على جنب لغاية لما نروح نعمل السيرم او الشربات. هنحط كوباية سكر وربع كوب من المية، وبعد كده عصرة ليمونة او رشة ملح ليمون، وهنسيبهم على نار متوسطة لغاية لما يغلي معانا. واول ما يدوب معانا كده هما نحسب 3 دقايق بالظبط من وقت ما يدوب السكر، وهنرفعه. احنا مش عايزين ياخد لون، انا عايزاه لونه فاتح. هو 3 دقايق بالظبط وبنقفل عليه وبناخده. انا حطيت، ما كانش عندي عصير ليمون، حطيت معلقة صغننة او نص ربع معلقة صغننة ملح ليمون. بعد كده بعد ما يدوب كده 3 دقايق، بعد كده هندهن الصينية. اول حاجة اللي احنا نحط فيها زيت كويس قوي، لازم نبطنها بزيت كويس قوي زي ما انتوا شايفين. وهنجيب بقى الجيلاتين بتاعنا وهنضربه كده اول حاجة ضربة خفيفة، وبعد كده هننزل بالسيرم اللي احنا عملناه. هنضرب الجيلاتين اهو ضربة، وبعد كده هننزل بقى بالشربات. هنفضل نضرب مدة كده 3 دقايق ولا حاجة او 4 دقايق لغاية لما يوصل للقوام اللي هوريهولكوا دلوقتي. هتقعدي تضربيه كتير ما تزهقيش لغاية لما هيدينا قوام تقيل ولونه ابيض كده. هوريكم القوام كويس قوي. الصينية اللي انا حطيت فيها دي كانت كبيرة، فطلعته معايا رفيع شوية. انتوا ممكن تقللوا المقاس شوية، تحطوه في علبة اصغر او حاجة. هو ده القوام اللي احنا عايزينه. بصوا، ابيض زي الكريمة كده. انا ممكن تحطوا بقى اي الوان صناعية لو عايزين تلونوه. انا ما كانش عندي فحطيت صوص من الفراولة فاداني لون بينك كده. بس هو ده القوام اللي احنا عايزينه. بعد كده هننزله في الصينية اللي مدهونة زيت كويس قوي. زي ما قلت لكم ممكن تقللوا انتوا المقاس عشان يطلع معاكم سمكه اكبر شوية. بعد كده هنسيبه 3 ساعات على جنب، مش في التلاجة ولا اي حاجة. ممكن ندخله اخر نص ساعة من ال3 ساعات كده في التلاجة. هنا بعد ما جمد هرش كده نشا فوق وتحت، غرقه والنشا عشان انت لما تطلعيه يكون بيلزق معاكي، فالنشا هتخليكي تعرفي تقطعيه كويس قوي. انا نزلته اهو على صينيه. بصوا السمك معايا هنا رفيع عشان الصينيه زي ما قلت لكم كانت كبيره. هبتدي بقى اقطع زي ما انت حابه بقى، مربعات مدور زي ما انت عايزه. حلو قوي والعيال هيفرحوا بيه قوي يعني. وسهل وسهل. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. هستناكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.